ساعتها انت مش هتبني نفسك، انت بتأجرها باليوم من غير ما تحس. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان خاطر نوصل الكلام ده لكل الناس. يلا بينا نبدأ. أقصى حاجة ممكن يعيشها بني آدم إنه يشتغل طول عمره وبيتفاجئ في الآخر إنه كان شغال بس مش فاهم حاجة ولا عارف أصلا هو بيشتغل ليه. في شاب اسمه عبد الله من تونس من مئات السنين، كان خزاف، يعني بيصنع فخار كده شكله حلو بإيديه، يوم بيوم شغال زي كل الناس عادي. بس كان عنده حاجة مختلفة شوية، كان بيقرأ كل يوم نص ساعة قبل الشغل بتاعه. هو مش بيقرأ قرآن وبس، لا، ده كان بيقرأ في الفلسفة وفي الطب وفي الاقتصاد وفي العلوم، في كل ده. كل اللي الناس بتقوله عليه إن هو ملوش لازمة اللي هو بيعمله ده في مهنته. وكانوا بيسألوه ويقولوا له هو الفخار هيستفيد من الكلام ده بإيه يا عبد الله؟ وكان بيرد عليهم بكل بساطة، ما هو الطين لازم يفهم ايد اللي بتشكله. يعني الطين ده مش في قيمته كطين، لا، قيمته بتكون لما حد كويس بيصنع منه الصنعة دي وبيطلعه شكله حلو. واحنا كمان بنتشكل من الناس اللي حوالينا. كان في مثل بيقول اللي بيمشي ويا المنعاص بينعاص زيه، وهو كان بيعمل كده بالظبط. كان بيقرأ كل ده علشان يشكل دماغه بالكتب اللي هو بيقراها دي. وبعد سنين عبد الله ما بقاش مجرد خزاف، بقى مرجع لكل السوق. ناس بتاخد رأيه في التجارة وفي العلوم وفي الحياة. وهنا طبعا ليه الكلام ده؟ لأنه بنى نفسه مرتين، مرة بإيده ومرة بعقله. ابن خلدون قال الصنعة لا تكتمل إلا بالتعلم، والعلم لا يتم إلا بالتدرج. ووضح هنا فكرة عبقرية جدا، إن المجتمع اللي بيعيش بكرامة هو اللي العامل فيه بيفهم والمتعلم فيه بيشتغل. مش حد فوق وحد تحت، لا، كل واحد فيهم بيفيد التاني صح. وكمان قال إن العلم الذي لا يخالطه التجربة محفوظ لا مفهوم. يعني اللي بيقرأ من غير ما يعيش اللي قراه، واللي بيشتغل من غير ما يفهم اللي بيعمله، الاتنين واقفين في نص الطريق مش عارفين يروحوا فين. خد بالك بقى ان العلم مش لازم يبقى في جامعة، والعقل مش لازم يبقى من كتاب. العلم الحقيقي لما تشتغل وانت فاهم، لما تتعب وانت عارف انت بتتعب ليه. ومحدش طبعا يستثني نفسه من الكلام ده بعد اذن حضراتكم. الكلام ده عني وعنك ولكل الناس، لكل الحرف، من اول عامل النظافة لحد رئيس البلد. لكن لو حد فينا قال الكلام ده حلو بس مش ليا، طبعا مش هيستفيد اي حاجة. العقل اللي صاحي بيخليك تقول لا في الوقت الصح، في الوقت المناسب، وتعرف تقول انا محتاج اغير ايه دلوقتي، وتعرف تزود دخلك وتخفف ضغطك وتبني طريقك. لكن لما تبقى ايدك شغالة وعقلك نايم، ساعتها انت مش هتبني نفسك، انت بتأجرها باليوم من غير ما تحس. وبصراحة كده بقى انا نفسي مش بعرف اعمل ده، لا بوازن ما بين عقلي وجسمي، ولا ما بين قلبي وروحي، ولا حتى جيبي. بس بحاول بجد، والله انا بحاول. ويمكن انا بقول الحلقة دي علشان افكر انا كمان. كان في مثل كده سمعته من الشيخ حازم شومان، كان بيقول لما تغسل اطباق غيرك اول ايد هتنضف هي ايدك، ولما تتكلم مع اي حد اول ودن هتسمعك هي ودنك. فانت المستفيد وانا المستفيد لما ابدا ان انا اردد الكلام ده. واسال نفسك انت كمان، انت بتتعلم من شغلك؟ هل بتفهم اللي بتعمله؟ هل بتطور نفسك ولا بس بتعدي يومك وخلاص؟ بقيت مكنة بتتحرك من غير حتى ما تسأل ليه. ابن خلدون ما كتبش المقدمة دي علشان تتشرح في المدرسة، ده كتبها علشان تفكر انك لازم تعيش وانت واعي، مش مجرد شغال. اشتغل واتعب واتعلم، بس ما تبقاش بتشتغل وانت مش موجود. خليك موجود بإيدك وبدماغك وبقلبك. وفي النهاية لو الحلقة دي خبطت فيك كده، ابعتها لحد بيشتغل كل يوم ومش فاهم هو بيعمل كده ليه. يمكن تكون هي أول خطوة علشان يكون راجل كسيب وفاهم. وبس كده، سلام.